بسم الله. مع الشيف الشامي يا جماعة، طبعا شيف غني عن التعريف، معروف جدا ومشهور جدا. طريقته فكاهية وحلوة كتير ومهضومة بالشرح. دبس الفليفله ومن البهارات بفلفلهم بمعلقه عم صغيره من حط الفلفل توابله. الاسود ومعلقه ونص صغيره من بودره الكاري، بودرة وبالنسبه الكاري. لمعلقه صغيره من بودره البصل فهي خطوه اختياريه، تمام. ونص معلقه صغيره من الكزبره الناعمه هي خطوه اساسيه، ورح ارفع سقف نكهاتنا بمعلقه يا صغيره من جماعة أنا الفانيليا بشتهي من قلبي المدخنه، دوق أي ولاخر لقمة لقمه من بضيف تحت نص إيدين هذا معلقه صغيره الشيف، من لأنه البصل فعلا شيء المدخن بيشهي المحلي، القلب. وبحتاج لنص معلقه صغيره من الزنجبيل الناعم، واهم شيء حلو. بنوزن هي الملحات تبلة بنوزنها الدجاج اللي منيح رح مشان يتبل فيها شيء مشان الدجاج. صحتك يا غالي، وما مشان بتكمل صحتك يا النكهه غالي. عنا الا بثلاث اسنان من الثوم، تمام. وبنختم هالتتبيله توم. الجميله بعصره منيحه من الليمون، وبنخلي خلاطنا العزيز يقوم بكل الشغل عنا بلمسه واحده بس، خلوط يا معلم. وباستخدام مهاراتك العاليه يا غالي بتسمي بالله وبتقطع لي هلا البطاطا بقى وقت لقطع الخضرة اللي صغيره، بيحطها وبناخذ بالصينية. البطاطا اللي قطعناها بطاطا على على الاشواط فليفلة على وبنسمي الله طماطم وبنحطهم جوات الجاط، على وبننزل ليمون. فوقهم بصل ابيض مقطع طرنشات، وبنحط معهم شويه صغيره من الجزر الصغير حلو. المقشر، جزر، وبنحط لنا كم بصل، حرمه فلفل بطاطا، رومي حلوه، ولا طماطم مانع انه ندلع وفليفلة. حالنا بشويه صغيره من الذره، وبنسطح يا دجاجتنا سلام. المقسومه بالنص على هي الفرشه الجميله اللي عملناها، والصينيه ما بتكمل عنا الا بلمسه ختمه مشان صحتك، وبهي المرحله مهم جدا هلا انه بينزل ننسى بالتبلة نسوي اللي بدنا تبلها. الفرن بهي التتبيله الجميله اللي عملناها، شوف النهار الله، منظرها والضوء بشهي يا فعلا، التبلة سلام منظرها يا خرافي. سلام، وما بيعلى قوامها غير كتير حلو. بنزين الوش بكم عود من الروزماري، وبجيب ورق الزبده المنقوع روزماري. بالمي السخنه وبسمي بالله وبغطي فيها وعلى الفرن الصينيه، يا وما معلم. بيعلينا يا غوالي غير انه ناخذ صينيتنا الحلوه على فرن محمي مسبقا على أنا من حراره هلا بلشت 230 شطريات يا شغال فوق جماعة. وتحت ومروحه، وبتنحط بالرف الوسطاني، بتاخذ ما بين ساعه لساعه ونص، وبتصير عنا جاهزه، بعدين ساعة، ساعة بنكشف ونص، عليها والله ورقه بتاخد وقت الزبده منيح. وبنخلي الدجاج ياخذ التحميره اللازمه، ومهم جدا يا غوالي نوضح لكم على نقطه جدا مهمه، انه بامكانكم استخدام التوابل اللي انتم بتحبوها، شو ما حبيتوا بامكانكم تضيفوا لها، حتى بالنسبه لانواع الخضار بامكانكم تضيفوا او تقيموا الخضار اللي انتم بتحبوها، حلو. يعني بترجع كلها على حسب الرغبه، لانه هي الصينيه من بيت لبيت بتختلف طريقتها، ولكن طريقتي اكيد كثير طيبه، وبهيك يا فعلا من غوالي بيت لبيت صار الوقت بتختلف مشان الطعم نكشف والنكهة على والأداء. دجاجتنا، شوفوا لي على هالمنظر، بسم الله يا ما ويلي على شاء الله، هالمنظر يا شباب، شايفين شو الريحه هاد؟ اللي اخذتها شو شغله هاد؟ خرافيه بكل قلبي معنى الصغير الكلمه، لا بس هلا يتحمل. صراحه بعد هي الروايح يا الجميله جماعة صار الوقت مشان منظرها لحاله نطلع بيغرف لهون، القلب غرف. ونجيب خبزتنا هيك، وبنيجي وليه يا نعمل شوف شباب شوف بس شوف يا هيك جماعه، دوق بسم الله نسرق؟ الرحمن الرحيم، وليه؟ رايح جاي منظرها رايح بشهي يا جاي، بسم جماعة، الله الرحمن بصراحة الرحيم، أكتر شيف احلى لقمه بشهيني بالشام الشيف مشويه، الشامي. وبنسوي بالله كمان نغطها هيك خطة بهالصوص بالصوص يا الرائع معلم، الجميل، يا بسم الله عمري. الكريم، يا وبالهنا عمري. وصحتنا، بسم الله. أنا عندي الشيف الشامي رقم واحد يا جماعة، بعشق الله فيديوهاته. يا عيني يا عن غوالي، جد أنا هي بالنسبة هالطبخه للعرب الشيف صح الشامي بدايه رقم واحد. العمل، شغله